انخفاض في الطاقة. الله، ازاي الكلام ده؟ مش المفروض ان الاكل بيديني طاقة؟ ازاي بقى الطاقة بتقل لو اكلت كتير؟ الاكل هيديلك طاقة كده كده، لكن الفكرة ان الطاقة دي هتظهر بعد هضم الاكل وامتصاصه والاستفادة منه، وده بياخد شوية وقت. لكن احنا هنا بنتكلم عن اللحظات الاولى بعد الاكل، لانك لما بتاكل وخصوصا لو كميات كبيرة بيبدأ تدفق الدم للمعدة والامعاء يزيد، لان الجهاز الهضمي محتاج طاقة عشان يشتغل، وبناء عليه بيتم توفير دم وطاقة اقل للمخ، فبيعجز عن التركيز والقيام بوظائفه بفاعلية، وده بالتبعية بيزود الإرهاق والشعور بالنعس. ضيف على كده كمان إن المعدة لما بتبدأ في الشغل بتفرز حمض بيرفع من حموضة المعدة بشكل كبير، وبالتالي بينتج الجسم في المقابل جزيئات بايكربونات علشان يعادل الحموضة الموجودة، وده بيتسبب في إن جزيئات من البايكربونات دي بتدخل للدم وتزود من قلويته، والتغيير اللي بيحصل ده هو كمان بيساهم في الشعور بالنعس والتعب. العاملين اللي فاتوا لما بيجتمعوا مع تأثير هرمون الميلاتونين والسيروتونين بتبقى فرصة الشعور بالنعس والخمول أكبر بكتير.